يقول أيضا: ما حكم الأخذ من اللحية وما حكم حلقها؟ كلاهما حرام، لا يجوز لا أخذ منها ولا حلقها. المطلوب إعفاؤها. أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى. هذا ما هو بتوفير، هذا إهانة لها. نعم. والعجيب إن الشيطان يغري بني آدم هاللحية هذه، أشد شيء عليهم اللحية، مع أنها جمال لهم، مع أنها يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنها فارقة بين النساء والرجال، لكن الشيطان يغريهم كما أغرى النساء بإزالة الحواجب أو قصها، العبث بها، لأن الرسول نهى عن ذلك، فالشيطان يريد المعصية، يريد منهم المعصية للرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا هذه كلها من جمالهم ومن زينتهم. نعم.